صباح الخير عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة قررنا ننزل الشارع ونسأل الناس لو معاهم مليون جنيه هيعملوا ايه، وايه اكتر حاجة بيصرفوا فلوسهم فيها. تعالوا نشوف ردود افعال الناس ونرجع لكم مرة تانية. لو معاك مليون جنيه ايه اول حاجة ممكن تعملها؟ لا، لو معايا مليون جنيه اعمل حاجات كتيرة، مثلا اجيب عربية واجيب فيلا. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. مليون جنيه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يعني استثمر بيهم حاجات كتير. اجيب ايفون. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن الواحد يعملها يحطهم في البنك بالفايده العاليه المعلنه الايام دي. كله رايح. اجيب عربية. مليون جنيه انا يا بنتي شكرا يا بنتي على ثقتك الغاليه. شكرا. اشتري عربية، فيلا، حاجات كتير. وكلمات وايه وزيطنا وزيط نفسي. بصراحة يعني لو معايا مليون جنيه يعني شوف حاجات أولويات ليا مهمة أوي في حياتي عامة. اسافر بره. هروح بالطيارة يا اما ابنك هيقب على وش الدنيا. طب وايه اكتر حاجة انت بتصرف فيها فلوسك؟ بس انا معيش فلوس عشان اصرفها. هو الاكل والشرب دي اكتر حاجه. هو المعده دي اهم حاجه. وانت مبسوطة بتلغي، وانت متضايقة بتلغي. قولي لي على شعور انساني واحد ما بتلغيش فيه. يعني هدوم ولبس وكده. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. الاكل والمواصلات. هدوم وعادي هدوم وجرابات وكده. تيشيرتات كورة كشاب يعني وكده، ممكن كأصحابي وكده والقهوة. حجوزات الكره. ودي كانت ردود افعال الناس. حبينا نعمل الفيديو بشكل خفيف ويا رب يعجبكم. وكان معاكم لؤي عبدون وتصوير محمد حسين. موت يا فخري.